أنو غدا؟ ليش عنا شي نطبخه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وين الأولاد؟ الأولاد ناموا من جوعهم. وليش هيك عم تتنتوري فيني؟ مو لحتى تحس بالأول. استغفر الله العظيم يا ربي، أنا قلبي من الحامض لاوي يا ابن عمي. ما عنا شوربة عدس؟ بلا بقيان شوي من امبارح. طيب أنا قايم جيب شوية بطاطا تعمليناهم وفرك. يبعت لك الهنا لك، ما هيك قصدي، بس انا بدي اقطع كم درع قماش خيطهم وفساتين. شنو رأيين احسن من رأيه؟ بصراحه انا بحب ذوقي. شو المناسبة؟ نسياني انه عرس اختي حميده الاسبوع الجاي، ادوب يلحق من هلا لوقت عرس خيي. يالك يو على شو؟ على شو؟ إيه أنا فحم قلبي على أهلي يخيطوا لي فستان البسه لجوزي، ما رضيوا. إيه ليش ما رضيوا؟ ما رضيوا شنو جوزي ما عطاهم مصاري كفايه ملبوس البدن، الله وكيلك ما خيطوا لي غير فستان الصباحيه وفستان المباركه، وكل اللي عم البسه فساتين عطتني اياهم حماتي الله يرحمها قديمين. لك انا بس اللي بدي افهم، ما دام بتعرفي جوزك هفتان وعايف التنكه من يومها، ليش تجوزتيه؟ شنو حماره؟ قال شو؟ حبيته، اصرخ وولول قدام امي ولا ما باخذ غيره. بتحبيه منى؟ لك آخ يا سلوى، لك شو له طعم الحب، لك شو نفعه. بيقول لك المثل إذا فات الفقر من الباب بيهرب الحب من الشباك. لك أنت ما بتعرفي شو يعني البني آدم ينام جوعان، ما بتعرفي شلون الواحد يكون له خاطر بقطعه وما يقدر يجيبها. لك والله كرهت حالي وكرهت جوزي وكرهت حياتي كلها. يبعت لي حمى عليكي، والله قهرتيني من قلبي. هلا شو بدك بقصصي اللي معتاية؟ خلينا نلحق السوق، تعي. يلا. ما قلتي لي طولتي بالسوق أنت ورفيقتي؟ لا مو كتير، رحنا ورجعنا على السريع. أيوه. شو اشتريتي من بالسوق؟ ولك شو بك عم تضحكي؟ شو حكيت لك نكتة؟ والله اللي حكيته بضحك أكتر من النكتة. معقول عم تسألني شو اشتريت وأنا بجيبتي ما في متليك واحد؟ ولك منى، انت هيك بدك تضلي على الطالعة والنازلة عم تهديني اني اندبوري وما معي مصاري؟ ايوه شو عليه؟ خليني فش خلقي يحس فيني شوي. لك انت ما بتعرف انا شو بحس لما بجتمع مع النسوان وبشوف كل وحده فيهم لابسه فستان جديد. لك ما بتعرف شو بحس لما بشوف اهلي. لك انا بخجل، انا ما معي حق فنجان قهوه يضيفون اياه واخواتي طامرينهم بالمصاري. شو اعمل ها؟ ولك شو اعمل؟ لك روح اسرق حتى تنبسطي؟ لك اعمل اي شيء خلصني من هالفقر وهالعيشه. اسمعي وليه؟ لا ترفعي صوتك بوشي بالمرة، فهمتي؟ وبالله واذا برفعه شو بيصير؟ ولك اخلصي. عم تضربني؟ ولك ايه؟ بضربك وبفقر راسك وقدك ترفعي صوتك فيني. ماشي، انا ما رح اقعد لك بهالبيت. بقى معقولة يا أم حسين بعد كل هالصبر يضربني؟ طولي بالك يا منى، طولي بالك عليه شوي. والله كل أهل الحارة بتعرف إنه جوزك قبضاي ومعدل وما بيطلع بحياته منه الزايحة. يعني ما بتعرفي ليش مد إيده عليكي؟ أكيد معصب من شي شغلة. كل هاد لأنه قلت له خلصني من عيشة الفقر. وهو شو طالع بإيده؟ بيطلع من الصبح ما بيرجع للمساء لحتى يحسن عيشتكم. وأنا شو ذنبي لا أتحمل كل هاد؟ روقي روقي، أنا رايحة طعمي بنتي وأرجع. يا أم حسين شو أنا غريبة؟ جيبيها لهون طعميها. ليش ما بتعرفي إنه بنتي مشلولة وما بقدر أحملها؟ والله بستنى جوزي ليرجع من شغله لحتى يحط لي إياها بأرض الديار. اللي على قلبي عليها مسكينة. لك يا منى، لما بتطلع هيك بهالولاد بلاقيهم عم يلعبوا ويرقدوا ويروحوا مع أهاليهم وأنا بنتي ملحوشة بالغرفة. يا ريت يا ريت ربي يعملني فقيرة ويكونوا ولادي مناح. لك ما بتطلع من الغرفة إلا إذا أبوها طالع على أرض الديار. لك مشتهية تشوف شكل الحارة كيف. قولي الحمد لله، الله يعافيها. تسلم، الحمد لله. عن إذنك.
لك أنا بس بدي أفهم، أنت شلون طلعتي من البيت وتركتي الأولاد لحالهم؟ لك مين قال لك لحالهم؟ تاركتهم مع ابوهم لشوف كيف بده يدبر اموره. لك يا منى قد ما كان الأب منيح بس بتضل الأم غير. لك دائما بطلب من رب العالمين يطعمني أولاد، لك والله لا أقعد ليل نهار على خدمتهم. ان شاء الله تقبريني، ان شاء الله بيجيكي اولاد، بس بوقتها انت ما رح تاكلي هم شيء لانك زنقيله ومقتدره ومعك مصاري. لك آخ يا منى آخ، يا ريت ما معي ولا نقلة ولا معي ولا متليك، بس هيك بعدي اسمه يطعمني ولد وينادي لي يامو. يا علي عليكي لهالدرجه فاقد الامال؟ الله كريم يا منى، مع انه كل دايات الشام فحصوني وكشفوا علي، قالوا اني ما بجيب اولاد. تقبريني يعني بس جوزك مو حاكي شيء؟ ايه هلا مو حاكي، بس انا شو بتملي بكره ما يحكي؟ ما بتعرفي، بتكفيني نظرة الحسرة اللي بشوفها لما بيجوا اخواته كل واحد هيك حامل ابنه على ايده. قد ما بقول لك يا منى، قلة الخلفة كتير صعبة، ما بتصدقي. يعني هيك بتحسي حالك بهالدنيا وحيدة، يعني مالك سند بالحياة. الله لا يدوق على حدا يا رب. لوين منى؟ على البيت. خليكي قاعدة شوي. لا معلش مستعجله بدي اروح على البيت، بخاطرك. بوصيلي الأولاد ايه؟ ايه الله كريم. خير يا اختي شو بكي؟ الله لا يسامحه ولا يوفقه. كسر لي بدني من كتر الضرب. مين هاد؟ ليش عم يضربك؟ جوزي الله لا يوفقه، ليل نهار نازل فيني ضرب ضرب، صار بدني ازرق مثل النيل. طيب ليش؟ لاني ما رضيت اعطيه المصاري، عم نزل فيني قتل. طيب انتي الله يصلحك عطيه المصاري بيضل جوزك. لك لو عم ياخذهم لحتى يصرفهم على البيت او حتى يصرفهم على الاولاد بقول لحالي ماشي الحال، من عيوني بعطيه شو ما بده، بس عم ياخذهم لحتى يصرفهم على السم الهاري. الله لا يسامحه. يا لطيف، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. الله وكيلك ما خلى معي شيء، كل ما بصير معي مصاري بيجي بيسحبهم مني بالقتل وبالضرب، لك حتى ذهباتي اخذهم مني. طيب انتي من وين عم تجيبي المصاري؟ انا اهلي بيعطوني لحتى ضل قاعده وساكته وساكته حلقي وما استرجي احكي ولا كلمه، وهو بيخلصني اياهم. طيب شو جابرك على القعده معه؟ شو بدي اساوي لك اختي، شو بدي اساوي؟ ما فيني ارجع لبيت اهلي، ابي بضل بيقول ما عندنا بنات ترجع مطلقه، وحاطه ملح على الجرح وساكته، شو بدي اعمل يعني؟ طيب هلا وين بدك تروحي؟ وين بدي اروح يعني؟ الله وكيلك بضل بفتل بهالسقاية وبهالحارة، بفتل لحتى يجعوني رجلي. آخر شي بحمل حالي وبرجع على هالبيت مثل الذليل، بقول لحالي يا بنت نفس الشي، القتل اللي بدك تاكليه ببيت جوزك رح تاكلي أكثر منه ببيت أهلك. طيب اختي امشي معي على البيت. لا أختي لا، كتر خيرك، سامحيني لأني هيك وجعت لك راسك. الله يخلي لي إياكي إنك سمعتيني. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ابن عمي، أنا والله حكيت هيك من حرقة قلبي. أنا صحيح طلعت من هالبيت مكسورة الخاطر وعم أبكي، بس صدقني أنا رجعت فرحانة ومبسوطة كتير. أنا طول الوقت معصبة لأنه حاسة العالم أحسن مني،
هي اللي معها ذهب، هي اللي بتاكل على كل درس لون، هي اللي عندها ملكانات وأراضي. بس اكتشفت إني غلطانة كتير يا ابن عمي، كتير. طلعت البيوت أسرار، وكل حدا عنده هم قد راسه. واكتشفت إنه ضفرك بالدنيا كلها طول ما أنت والأولاد بخير. وشو من شان فقري وتعتيري. رب العالمين دخيل اسمه، ما بينسى عباده، وأكيد رح يرزقك بيوم من الأيام، لأنه بيقول اسعى يا عبدي لأسعى معك. الله لا يحرمني منك.